قبل ما نبدأ نتكلم عن تطبيقات ال AI agent العملية في الشركات، أنا حبيت في الحلقة دي أتكلم معاكم عن إيه الفرق ما بين ال AI agent البسيط وبين ال AI agent المؤسسي اللي بيشتغل جوه بيئة عمل حقيقية ومؤسسية وشركات كبيرة، وبيكون جزء من العمليات والورك فلو داخل الشركة. ال AI agent المؤسسي في الشركات مش مجرد إن أنت بتديله PDF أو ملف عشان يرد منه أو يبعت إيميل، لا ده بيكون جزء من منظومة متكاملة داخل الشركة، وبيقدر يتعامل مع أنظمة مختلفة وقواعد بيانات مختلفة. فبيقدر يتعامل ويتكامل مع مايكروسوفت باور ابس، ممكن يشتغل مع شير بوينت، ممكن يتكلم مع باور اوتوميت، ممكن يتكامل ويتعامل مع قواعد بيانات معقده، ممكن يشتغل مع السي ار ام، ممكن يشتغل مع الاي ار بي سيستم او اي سيستم داخلي او خارجي، ممكن كمان يشتغل مع الار بي اي اللي هو الروبوتك بروسيس اوتوميشن وحاجات تانية كتير. وبالتالي بيكون جزء من العمليات اليوميه داخل الشركه واللي الشركه بطبيعه الحال بتعتمد عليه، فبالتالي بيقدم نتائج حقيقيه تظهر في شكل وقت اقل او تكلفه اقل او دقه اعلى. فالنتيجه ان الاي ايجنت المؤسسي بيفهم السياق، بيتعامل ويتكامل مع الانظمه المختلفه المعقده، بيقدر ياخد قرارات وينفذ اي اكشن انت عاوزه منه. وده الفرق ما بين ان انت عاوز تجرب تجربه تقنيه جديده وما بين ان انت بتعمل حاجه فعليه بتشتغل جوه مؤسسه حقيقيه. في الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن تطبيقات عمليه وفعليه للاي ايجنت المؤسسي داخل الشركات، ازاي هنشتغل بيه، ازاي هنعمل اوتوميشن، ازاي هنتكامل مع قواعد بيانات، ازاي هنتكلم اي ار بي سيستم او سي ار ام، وازاي كمان نقدر نحلل مشاعر العملاء. تابعونا.